الحلولي مبسوط. اتفرجت على رحلة 404 لمنى زكي، اتفرجت عليه متأخر شوية بس أكيد في ناس زيي اتفرجت عليه متأخر أو لسه ما شافتوش أصلا، فاللي لسه ما شافوش بقى يتفرج عليه علشان ده تحفة فنية. منى زكي كده كل فترة بتعمل عمل بتثبت لك فيه إن هي أحسن وأقوى ممثلة موجودة عندنا حاليا. فيلم بقى نكد وأنا أحب النكد زي عيني. الفيلم بيتكلم عن غادة اللي ماضيها كله مصايب وبلاوي، ماضيها ما كانش قد كده يعني، وعايزة تتوب وتطلع تحج. طول الفيلم بقى قدامها عقبات إنها أصلا ما تطلعش تحج وتشيل الطرحه وترجع لماضيها. وقبل رحله الحج بتاعت غاده بقى مامتها عملت حادثه، ملزمه انها تجيب لها فلوس علشان تعالجها قبل ما تسافر. بتلف على كل دايرتها القديمه علشان تاخد منهم الفلوس. كل واحد فيهم عايز يجرها للماضي تاني. محمد فراج، محمد ممدوح، محمد علاء، خالد الصاوي، شويه عباقره كده واتحطوا في الفيلم. تبدا بقى رحله غاده يا اما تاخد الفلوس من صحابها القدام وترجع لماضيها وتخلع الحجاب، او انها تكمل رحله التوبه بتاعتها. انا كنت قاعده مبهوره باداء منى زكي وتركيزها في التفاصيل بتاعه شخصيه غاده، من ربطتها للطرحه، من المانيكير اللي حطاه، من اللبس الضيق اللي لابساه. تفاصيل صغيره كده بس لما بتيجي تتفرج على الشخصيه بتفرق كتير. هحرق لكم بقى ايه اخر الفيلم عشان تتفرجوا عليه. بس الفيلم ده من الافلام اللي انا زعلت ان انا ما دخلتوش سينما. انتوا بقى اتفرجتوا على رحله 404 ولا لسه؟